السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحلى مكشخين وأحلى متابعين وأحلى جماعيين في العالم، هي الترجي الرياضي التونسي. لكن قبل نبدا الفيديو أرجو منكم دعم جيم بارتاج وأبوني في الشان يوتيوب وماكس بارتاج، خلي الفيديو يوصل. اليوم باش نحكيو على انتدابات الترجي التونسي كالعادة، وباش نحكيو زادا على الميركاتو ككل، باش نحكيو على بلايلي اللي هو اللاعب اللي أسطورة اللي باش نحكيو عليه في الفيديو ذا إن شاء الله. باش نحكيو على ملف البلايلي. بالنسبة لكن قبل هذا الكل بدنا نقول الساحة الرياضية فقدت ملاعب كبير ومدافع كبير من المدافعين الكبار في إيطاليا، وفي مع سي ميلان اللي هو الملاعبي باريزي اللي عنده إمكانيات كبيرة كمدافع ومن أحسن الملاعبية المدافعين في العالم وفي تاريخ كرة القدم. فقدت الساحة الرياضية ملاعبي ممتاز وملاعبي كان عنده إمكانيات كبيرة في السابق، وملاعبي مدافع ممتاز جدا، مدافع بإمكانيات رهيبة صراحة، وما عادش باش يخلق مدافع في القيمة هذيك وفي التينة هذيك. لكن قبل هذا الكل زاد كيف نحب زاد نحكي على انتصار الترجي التونسي في المباراة الودية. بالنسبة أنا عاش حكيت على باريزي خاطر لمسة وفاء، وبالنسبة لي أنا من أحسن اللاعبين اللي تفرجت فيهم صراحة. لكن قبل ذلك الكل نقول زاد انتصار الترجي التونسي المباراة الودية 2-1. مباراة كانت ممتازة خاصة من الشيخاوي ومن اللاعبين ككل قدموا مستوى ممتاز، خاصة رائد الشيخاوي اللي سجل باستمرار، مدافع برتمة هداف وذي حاجة باهية ياسر. وزاد سجل الهدف الثاني أمان الله الحميدي اللي سجل الهدف الثاني وقدم مقابلة كبيرة. بالنسبة لنا الترجي التونسي حلة جديدة وملاعبية جدد وبأداء جديد ومباراة ودية ماناش ناخذوا عليه 100%. هذا نقولوا في المباراة هذه. بالنسبة لي أنا الترجي التونسي زاد كيف بريباراسيون فيزيك وكل شيء ومونتال على أعلى مستوى. اللاعبين متألقين في الموسم خاصة بعد التحضيرات هذه الصيفية والمباريات الودية وبتتالي المباريات. قبل كل شيء زاد باش نقول معناها ما تقلقوش من الفيديو، الناس الكل تعمل جيم بارتاج وابوني في الشان يوتيوب، نتبعوا للاخر باش نحكيو على البلايلي ونفركوا الرمانة ان شاء الله، وباش نحكيو على البلايلي ككل. بالنسبة لي أنا البلايلي فاليور سيور وملاعبي ممتاز وملاعبي نجم يقدم لك إضافة وقت اللي تستحق، وملاعبي يمشي بك القدام. لكن انا اللي لومت عليه على البلايلي على كيفاش معناها خلى الترجي التونسي مشى للجزائر ومشى بعد معناها مفاهمه في عقد. لكن تو في الفتره الحاليه ان شاء الله البلايلي بنسبه كبيره فهم مع الاداره على عقد بعام، على خاطر هذاك حسب معناها نقولوا احنا الفحوصات الطبيه تبين البلايلي نجم يعطيك الاضافه كمده عام قابل للتجديد. لكن قبل هذا الكل اهم من هذا الكل لازم بريباراسيون فيزيك. قالوا البلايلي على الاقل 3 شهور باش يحضر البلايلي. بالنسبه لي انا لو 3 شهور باش يحضر البلايلي لازم معناها عندك البديل حاضر. هذا بالنسبة للترجي التونسي لازم عندك البديل حاضر في الفترة الحالية. شكون البدلاء تو في الفترة الحالية؟ فما جاك ديارة اللي ما نعرفش بنسبة كبيرة ينجم يقعد ينجم لا، فما هيثم ضو وفما الحميدي هذوما، وفما زاد يوسف بش. كان باش تعامل على يوسف بشة والا هيثم ضو نقول لك عندهم الكاليتي الفنيات الدريبل. الحميدي كيف زاد عنده شويه امكانيات كبيره على المستوى جناح الايسر، لكن مازال ناقص بنسبه كبيره عنده امكانيات الفنيه واللي نجم يفسخ لك اي مدافع اللي هما عندك هيثم ضو والا بشة يوسف بشة. وان شاء الله زاد جاك ديارا زاد ملاعبين ممتازين، لو تسلم فيهم الترجي خساره كبيره. بالنسبه لي انا ما حبيتش نحكي على موضوع البرازيلي وقاعد نلمح الموضوع، حبيتش نحكي عليه، خليه معناه يطبخ على نار هاديه وان شاء الله فما كان الخير باذن الله. هذا بالنسبه للمكشخين. وزاد كيف معناه ما تقوليش على الموضوع معناه البرازيلي. انا ما حبيتش نحكي جمعه كامله باش تجنبا اني ما نحكيش على الموضوع ذاك، خليها الصفقه تتم في امور هاديه. بالنسبه برشا ناس تحكي على الصفقه وتحكي على ملاعبي حتى التو الان يحكيوا على الصفقه. بالنسبه لي انا قالوا لهم معناها قالوا لهم تريثوا يا ناس ما عادش تحكيوا على الصفقه نتاع البرازيل باقي يحكي. بالنسبه لي انا باش نقول الترجي التونسي مصلحة الترجي قبل كل شيء، مصلحة الترجي قبل كل شيء، قبل معناها ما تحكي على الملاعب قبل ما تحكي تخرج حاجات ما مش موجودة. هذا بالنسبة لي الترجي التونسي. موضوع يوسف البلايلي ان شاء الله باذن الله باش يصح عام قابل للتجديد عام، وان شاء الله نشوفوا كان عمل قدم موسم استثنائي باش يزيدوه عام اخر. هذا موضوع يوسف البلايلي. بالنسبه للكشوفات الطبيه تبين اليوسف البلايلي ينجم يقدم لك روندمو على مستوى عام، فمعناها مش اكثر من عام. هذا وافق عليه يوسف البلايلي. بالنسبه للامتيازات الماليه زاد كيف طاحت في العقد على خاطر في السياسه الحاليه للاداره والشكر الواعر وكل معناها سقف الاجور ما عادش كما قبل باش يرتفع بنسبه كبيره. ملاعبيه تاخذ في اموال خياليه معناها في الشهر،
معناها ماش تهز لا في شامبيونز ليج لا في حتى شيء. هذا كل ما عادش يساعد الترجي التونسي. بالنسبة لسياسة جديدة للترجي التونسي، قدم الإضافة، معناها نقول مطلوبة منك وكل شيء وعندك إمكانيات ومتوفرت لك الإمكانيات، معناها ماهوش أجور خيالية باش تاخذ معناها فوق 100 مليون ولا 200 مليون. بالنسبة لي أنا الملاعبية الكل سواسية وباش يقدموا الإضافة، ولازم معناها الملاعبية اللي باش يجيو باش يهزوا الشامبيونز ليج، باش يلعبوا على الشامبيونز ليج. الهدف الأول للترجي التونسي، الهدف الأول للترجي التونسي هو الشامبيونز ليج، ماهوش معناها. بالنسبة ليوسف البلايلي فالير سيرو مرحبا به ومرحبا بيوسف البلايلي بابلو. صحيح انا مره الاخرى معناها تكلمت بك الحرقه هذيك على يوسف البلايلي معناها وقلت معناها ليوسف البلايلي معناها علاش ما حبش يجدد، وقعدت نلوم فيه ونعاتب فيه بطريقه كبيره على خاطر ملاعبي كبير وملاعبي الحاجات اللي عملهم هذوك من الفازات الزايده ما مش معناها في وقتهم، مش في محلهم. على خاطر انت تحكي مع نادي كبير، مع نادي كبير وعريق في افريقيا اسمه الترجي التونسي، مش اي فريق. معناها باش تعمل لك الفازات هذوك وما هو بريباراسيون، لازم تعمل بريباراسيون كيف زملائك، بريباراسيون لا رجوع منه، بريباراسيون فيزيك، ولازم معناها تبدا حاضر وديما موجود على ذمة الترجي التونسي، وانت تستحقك ديما موجود لازم، على خاطر الترجي التونسي هي اللي عملت لك اسم. بالنسبة لي انا مبروك علينا ان شاء الله باذن الله يوسف البلايلي بقدر ربي بالصح العام هذا ان شاء الله، شي صح عام رحب بالفكرة. ان شاء الله يوسف البلايلي يبقى لهنا نهار الاثنين وما يمشيش للجزائر كالعادة ان شاء الله بقدر ربي. ملف يوسف البلايلي قاعد معنا نقول احنا الادارة تخدم فيه كما يلزم، ان شاء الله ملف يوسف البلايلي يمشي كما يلزم. خاطر بالنسبة لنا احنا الاسامي ماهيش قبل الشعار، الشعار هذا قبل الاسامي، الشعار هذا هو اللي عمل الاسامي. بالنسبة لنا شعار الدولة الترجية هو قبل الاسامي وهو اللي عمل الاسامي، وان شاء الله الجاي خير باذن الله، وفما كان الخير وباذن الله الترجي التونسي في السكة الصحيحة، وان شاء الله يوسف يصح معانا بنسبة كبيرة. وان شاء الله يكون عجبكم فيديو، ودعمونا بكجيم بارتاج وابوني في الشين يوتيوب يا احلى مكشخين واحلى متابعين. الى اللقاء.